درر من أخن خزيانا خبيوة وأدية إتلن محور حلقة سبرخلا كديوم وديو محور ديان خجا يمكن هاو بريشا ورابا من إتلن رابا بقارة أدخل محور وضيف الديان إديو هاو منن ضيفنا لحلقتنا اليوم هو مهندس مصطفى سمير عبد العظيم معاون مدير مجاري محافظة بغداد. اهلا بك استاذ. شلونك استاذ؟ حياكم الله. زين ان شاء الله. نورتنا طبعا. الله يخليك، انتم النور ان شاء الله. قناتنا. حياكم الله. وان شاء الله يكون لقاءنا اليوم نستفاد احنا به ويا المشاهدين ان شاء الله واسئلتنا. الله يحفظكم. اعزائي المشاهدين انتظرونا بعد هذا التقرير ونرجع وياكم. عم شخلابة مزاغاية تقوم إينا وتيتت ستوى وصليت مطرة بصورة ربثة فشلي سمسامة وشخمال دميد مطرة خمن ملوء بوش أنقاية وشقلت ديثرانا مني بريشايث بدنش إني خرايد بغزاية إي وغقاوي برستا وتاول كل بصورتها قوانيتا وشخملت دميد مطرة إلغ ذا عملي ترابا أنقيتا قانطرتا الهويت دمية قو كل شيء بريشايث قو أقمات قيطة قوشن خراي غزيلاي رابا من ديناثة تيول خكمة جربياثة قاش خملت دميد مطرة وخمني إيوة عراق وآها بيطو كاسة تكنيكاية خاثة دمكبش الميد مطرة ومصابيتي قاش تيتا بريشايث وغير هذا قرابة من مفلخياثة خينة وكد سنيقتا إلى عملية شخملت دميد مطرة لرابا من توقاني خاثة أخبرك دمكابشت دمية وطقس دمتمست دمية ومصابيتي كيميائيتا وبيولوجيتا وكدقو عيرق أني جربياثة إلى خكمة فسعياثة رابع نقاي بريشايث باثر بصرت دمية قو خكمة هو بركية زرع ثناي وسنيقة إيوخ لداني مية قام بلخياثة بريشة قو أقمة قيطة بريشايث قو عمليثة زرعثة ومشقيتة. ورجعنا وياكم اعزائي المشاهدين بعد هذا التقرير اللي شفناه على الشاشه العراقيه السريانيه. نرجع نقول لك اهلا وسهلا بك استاذ مصطفى. بدايه حوارنا اليوم وحلقتنا اليوم لقاءنا وياك نريد نعرف شنو اهميه معالجه مياه الامطار. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هاي الدعوه الكريمه، وان شاء الله نكون يعني نشرح فدر شرح وافي لمعالجه مياه الامطار ومعالجه مياه الصرف الصحي والخدمات اللي تقدمها طبعا محافظه بغداد. وشكرا وتقديرنا للمشاهدين الكرام، ان شاء الله يستفادون من النقاش اللي راح يصير بهذا الموضوع. طبعا مياه الامطار اصبحت احد نقول احد مصادر المياه اللي معتمده في بعض الدول، نقول اللي ما بها مصادر مياه للاستخدام الانساني. عامة احنا في العراق عامة عندنا تعرف مصدر نهرا جارية، فاعتماد مصادر المياه مو الاعتماد الاساسي هو على مياه الامطار. صح. في بعض الدول المجاورة ان اللي ما بها مصادر مياه سطحية، مياه الامطار لها ثقل طبعا كبير، ومنها مثلا الاردن مثلا السعودية يعتمدون يعني بشكل كبير على الاستفادة من مياه الأمطار ومعالجتها واستخدام البشري أيضا وفي الزراعة. تعرف التغير المناخي اللي دا يصير، يعني اكو موجات مياه دا تصير كبيرة، واحنا دا يشهدها طبعا العراق، وهاي دا تصير بتزايد هذه السنين، خاصة هذه السنين اللي مرت. فأصبح من الضروري ومن يعني الاستفادة من مياه الأمطار اللي تنزل، خاصة أنها هي مياه يعني نقية وعذبة ما تكون مالحة، فمن الممكن الاستفادة منها بطرق بسيطة، بس نحتاج طبعا إلى شبكات لتجميع هذه المياه من الطرق ومن الساحات ومن البيوت، ومعالجتها معالجة بسيطة، ومن ثم الاستفادة منها في الزراعة وفي الاستخدام الإنساني. زين أستاذ، شلون تساهم معالجة مياه الأمطار في توفير الموارد المائية؟
طبعا المياه، تجميع المياه بصورة عامة اكو نوعين من شبكات تجميع المياه. تكون اما شبكات منفصلة، وهو النظام العالمي هسه اللي يمشي به انه يتم عزل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي. يعني هاي تكون بشبكة معينة وهاي بشبكة اخرى، عكس النظام السابق اللي هي كانت يعني يسموها شبكة يعني مزدوجة تجمع مياه الامطار والصرف الصحي. طبعا هذا النظام اللي بدا العمل به اولا لحتى حفاظ مياه الامطار ان تبقى مياه هي يعني غير ملوثه، يعني تبقى فقط مياه انه بس فقط تسحب الاتربه والاوساخ البسيطه اللي من الشوارع او من الساحات وتروح للشبكه وتتجمع ويمكن الاستفاده من عندها. اما مياه الصرف الصحي اللي بعد الاستخدام البشري، هاي تكون شويه معالجتها اعقد، واضافه الى معالجتها تكون مكلفه اكثر. عامة احنا في شبكات هسه الحالية اللي بدنا نشتغل بها اللي بعد 2003 طبعا اعتمدنا على الشبكات المنفردة. فشوف هسه احنا شبكات الصرف الصحي والامطار في المناطق اللي مخدومة بمشاريع استراتيجية هي شبكات يعني منفردة. فمياه الامطار اللي يجينا من الشوارع طبعا ينزل الى الشبكات وبعدها الى محطات تجميع. وهاي محطات التجميع بيها طبعا قبل لا يدخل للمحطة اكو مرشحات او نقول مثلا اكو فلاتر او سكرينات مثل ما يسموها بالمصطلح العلمي، وبعدها يعني تترشح وثم تعاد تطرح الى يعني الى الانهار او المبازل القريبة من المحطة. من الممكن طبعا الاستفادة بها بالزراعة لانه هي طبعا مياه صالحة للاستخدام، بس عامة احنا نرجعها للمصادر المياه اللي موجودة بالمناطق القريبة، ثم يتم الاستفادة من عندها مرة أخرى. أستاذ شرح بسيط عن المنفردة اللي قلت بها. المنفردة قصدك يعني اللي شنو؟ يعني كل شبكة يعني ما يصير خلط. هسه بغداد عامة لأنه شبكات بها أمانة بغداد داخل حدود الأمانة، بما أنه أكو بها شبكات قديمة فالناس بدأت يربط يعني الهاوس كونكشن، ربطة المنزل إلى ما يربط على الخط اللي مخصص للصرف الصحي. تمام، يعني قصدك على التأسيس البيت أحسنت. يأسس الصرف الصحي حتى الشارع ويا الشارع. اي يعني هسه احنا بالشوارع عامة يكون خطين داخل الشارع، خطين داخل، وانت خط للصرف الصحي خط للمياه الامطار. تمام. فمن راح تكون شبكة المياه الامطار على حده، هذا ما راح يؤدي الى انه يصير خلط بين مياه الصرف الصحي ومياه الامطار. هذا رقم واحد. رقم اثنين، محطات اللي راح ترفع ومحطات اللي راح تعالج مياه الصرف الصحي راح تكون حجمها اقل، بما انه انت تجمع مياه الامطار ومياه الصرف الصحي بشبكه واحده. زين، معالجه مياه الصرف الصحي شنو نعم. نستفاد من عنده؟ مياه الصرف الصحي طبعا معالجته هوايه اعقد من معالجه مياه الامطار بسبب تعرف الاستخدام البشري. صح. وهذه تكون ايضا يعني بها معالجه بيولوجيه، اول شيء معالجه فيزيائيه ومعالجه بيولوجيه ومعالجه كيميائيه. معالجة مياه الصرف الصحي طبعا تتم أول شيء عن طريق تجميع مياه الصرف الصحي من البيوت عن طريق الشبكات التجميع، بعدها تطرح إلى محطات رفع. هذه المحطات تدفع بعد ما تلم مياه الصرف الصحي تدفع إلى محطة معالجة تريتمنت بلانت، محطة معالجة مركزية لمياه الصرف الصحي. طبعا تعرف مياه الصرف الصحي مياه هي ملوثة وبدرجة عالية من التلوث، لا يمكن طرح المصادر المياه السطحية، الأنهار، البذول، البحيرات والبحار، لأنه تسبب تلوث للبيئة. فيتم معالجتها، التخلص من الشوائب البيئة طبعا عن طريق عمليات ترسيب وتهوية للبكتيريا اللي موجودة بيها. يعطى يعني يتم ضخ نسبة أكسجين عالية للبكتيريا اللي موجودة بالمياه الصرف الصحي، فتتعالج بيولوجيا وتترشح، وبعدها يتم تعقيمها عن طريق الكلور أو عن طريق الأشعة، وبعدها أيضا هم يتم فحصها وطرحها لمصادر المياه الطبيعية، وممكن استخدامها طبعا اكو لها استخدامات ايضا ممكن اعاده استخدامها حسب درجه المعالجه اللي راح تعالجها للمياه الصرف الصحي. اثناء تكلمك استاذ انت قلت ما تصرف للانهر للمي يعني للصرف الصحي. طبعا مرات شايفين
من يصير مطر شويه قوي وهاي الاشياء صحيح. ينزلون بالفيديو بالسوشيال ميديا وبالفيسبوك يقولون هذا المي مال المطر مدى نستفاد منه كله دا يروح وين النار. صحيح. هو والصرف الصحي. هل هذا الكلام صح؟ والله استاذي تعرف احنا، انا احكي لك عن اطراف بغداد. احنا طبعا محافظة بغداد مسؤولة عن الأغذية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد. داخل حدود المحافظة بغداد هي تابعة للأمانة، أمانة العاصمة. احنا احكي لك على يعني أطراف بغداد. أطراف بغداد عانت الإهمال يعني من زمن بعيد. اكو أغذية ونواحي يعني عمرها مئات السنين، نهروان، المحمودية، لحد 2003 هي بدون خدمة مياه أمطار أو صرف صحي. ولحد هنا لحد هسه هذا اليوم انا احكي لك بيه، احنا يعني نسبة المناطق اللي مخدومة بشبكات رسمية ونظامية تقريبا 40% من حجم المساحة الأغذية والنواحي اللي تابعة لمسؤوليتنا. اكو طبعا صارت عندنا مشاريع من 2003 تعرف، مشاريع المجاري مشاريع كبيرة، مشاريع تدخل بكل شارع، مشاريع راد لها يعني مبالغ مالية لأن محطات كبيرة وأعمار حفريات وعميقة. ف يعني من بداية المشروع، من بداية أنه أنت تبدي تحصل مواقع للمحطات، إلى استحصال الموافقات الأصولية على إنشاء المحطة، إلى المخططات، إلى التصاميم، إلى تخصيص المبالغ الخاصة بالمشروع، إلى إنجاز المشروع، إلى الاستلام والتشغيل. فحلقة طويلة وقت. وتعرف احنا اجراءات شويه عندنا يعني شويه بها صعوبه، اضافه الى يعني الظروف اللي يمر بها البلد، دائما يصير بين فتره واخرى مشاكل. فمشاريع المجاري يعني صعبه، وبهيك ظروف صعب انه واحد يكملها. بس الحمد لله عندنا اغذيه ونواحي صار بها خدمه نسبه الخدمه 100%، اللي هي قضاء المحموديه مركز القضاء. عندنا باللطيفيه مشروع مجاري كامل مع محطه معالجه. عندنا بالمدائن عندنا مشروع كامل جاهز يعني بمركز القضاء. عندنا بجسر ديالى ايضا منطقه كانت يعني كانت تعاني من مشاكل بالصرف الصحي والامطار، الحمد لله عندنا شبكه شغاله بها وبطريقه نظاميه. ومعها طبعا المحطات اللي احكي لك عليها، الشبكات اللي موجوده كلها مرتبطه بمحطات معالجه. ما عندنا شبكه نظاميه تعمل اذا ما شبكه الصرف الصحي مرتبطه بالمعالجه. اعود الى سؤالك. احنا المشكله اللي عندنا اثناء الامطار تعرف يعني تجيك نسبه امطار عاليه. عندنا طبعا نقول عدم تعاون المواطن، او نقول مثلا عدم الاهتمام بالشارع، يعني باثاث الشارع اللي هو القلي. هذا القلي هو من نقطه التصريف اللي راح تسحب مياه الامطار. استاذ شوارعنا ثلاث ارباعهم مسدوده وما ينظفوها، يعني ما احنا نشوف. اي فانت شوف احنا طبعا ايش قد ما تريد، ايش قد ما يريد يعني موظف المجاري او موظف البلديه يعمل، فهو ما راح يقدر يعمل انه كل قلي لازم يروح يكشفه بنفسه. ففي بعض الاحيان نشوف ناس مثلا تجي تلقي المنطقه، وانا شفتها طبعا هاي المطره الاخيره اللي صارت. يعني انا كنت متواجد بوقتها بالحسينيه. تجي تباوع اكو شارع، جزء من الشارع تلقاه ناشف وجزء الاخر تلقاه بمياه الامطار. ليش؟ لانه مثلا ابو المحل او البيت اللي قدامه قلي مهتم به. فهذه نقطه التصريف مهمه. طبعا يصير مشاكل في بعض الاحيان اثناء اللي يصير مطر. طبعا معظم مناطق بغداد او اغذيه واطراف بغداد يصير بها قطع للكهرباء. فتعرف انت من يصير قطع للكهرباء انت راح تعتمد كليا على المولد، واذا المولد عطل فهاي مشكله يعني. اي حتى تشتغل بنظام كامل، نظام الصرف الصحي يحتاج انه انت عندك هوايه تفاصيل وهوايه عوامل يعني مرتبطه بعمل الشبكات. زين استاذ، ما دام فتحنا موضوع المطر والشوارع شويه تفيض وهالاشياء، هاي المطره الاخيره دا ارجع للبيت. نعم. هي صارت المطره شايفها تصير مطره قويه، صح. بعدين تخف، بعدين شوي تصير قويه وحد ما تخلص. صحيح. فصارت المطره القويه انا كنت خارج البيت، فرجعت للبيت خفت، وهذا طبيت المنطقه ما بيها مي، اشياء بسيطه. نعم. طبيت، قعدت نص ساعه، رديت مره ثانيه اريد اطلع. زين طلعت، انا ما متخيل باب البيت كان ناشف عادي طبيعي، جو حلو، مطر قاع مبلله، يعني كانت حلوه، على غفله متروس مي. اطلع من المنطقه، الشارع اللي طبيت من عنده اللي مو هو عام، بس شارع هو فرعي بس يعني يعتبر عام، كله مي. صح. زين ليش؟ هذا السؤال. صار هل اكو سؤال مباشرة
ينقطع الماطورات؟ يعني اكو شعب يقولون هذا الموضوع، تنقطع الماطورات هذه الاشياء؟ لا هي مو تنقطع الماطورات بس يعني توقف لين حتى يسيطرون على المي، على الصرف الصحي؟ لا هي مو تنقطع، بس تعرف انت يعني في لحظه واحده يعني راح يصير كميه امطار راح تجي تتجمع كلها بنقطه واحده اللي هي المحطه. وتعرف جنابك المحطه هي اوطى نقطه موجوده بالمنطقه، يعني اعماق تكون باعماق كبيره. فمشغل المحطه يعني اول نقطه المفروض يكون حاسب حسابه انه المحطه ما تم تغرق. هاي النقطة اللي لأنه تعرف أنت إذا صار شت داون بالمحطة وغرقت المحطة معناته أنت لازم شو تسوي؟ المعدات كلها اللي موجودة داخل المحطة من غواطس، من مضخات أو بوردات كهربائية لازم كلها تطلع تجفف أو تنشف أو استبدالها بقطع أخرى. فهذا الحال راد له تقريبا في شهر أو يعني أسبوعين إذا. فهو يحاول أنه دائما المحطة مالته تكون بالسيف سايد، بعدين يبدي يسحب المي اللي في بالشارع. فهو هذا الاشكال اللي يصير، انه يحاولون بالبدايه يجي كم هائل من المياه، فما يحاول انه يسوي فد لود على المحطه مالته حتى لا يعرضها للغرق وبعدين يصير مشكله اكبر. ونفس الشيء استاذ دولة قاطعك، نعم. انا ورا ساعه من رجعت ترى الشارع وكان ناشف. اي فهو هذا انا بقى هذا السؤال اللي اريد اعرفه، هوايه ناس يسالون. نعم هذا طبعا هذا السؤال، ويبين طبعا هاي بالمناطق في الشوارع الناصيه، يعني تعرف انت مناسيب الشوارع مو كلها بنظام. منطقتنا ناصيه. اي فيعني انا واحد من الناس مثلا شارعي لا يعني شارع ميرة، الشارع اللي بعدي زين اطلع بوقت المطر القاه غرقان، مع العلم هم يعني احنا مرتبطين بالنهايه على خط واحد، بس يبقى أنا شارع شوية أعلى، فلذلك يبين الطفح وين يبين عند الشارع المنسوبة أقل. بس هي اوريدي إذا المحطة شغالة بطريقة نظامية ما يعني خلال تلقى يمكن ربع ساعة نص ساعة تلقى الشارع يعني. زين أستاذ مصطفى ممكن شوي تتكلم لنا على جهود محافظة بغداد، جهود محافظ بغداد؟ والله محافظة بغداد وأنا أتكلم عن مديريتي اللي هي مسؤولة عن المجاري أطراف محافظة بغداد الأقضية والنواحي. احنا يعني من نتكلم عن تصريف مياه الأمطار يعني نتكلم عن جهود جبارة للكوادر وللمهندسين وحتى جهود الجبارة نشوفها بالشارع. أكيد احنا قلت لك احنا نسبة الخدمة اللي عندنا للمناطق اللي مخدومة بشبكات نظامية هي 40%، وباقي 60% احنا يعني نعالج مياه الأمطار عن طريق خطوط بدائية أو حلول مؤقتة فقط لمياه الأمطار، مع حجم سحب مياه عن طريق الآليات التخصصية. وهذا سحب المياه يعني الآليات التخصصية مجهد جدا للكوادر، مجهد جدا لل يعني الثقل المادي، تعرف يعني آليات وغاز وتصليح فمتعبة. احنا لو عندنا شبكات ونسبة خدمة عالية كان احنا وضعنا صار بطريقة يعني أفضل. اكو إهمال صار طبعا البنى التحتية من يعني من زمان، قلت لك أقضية والنواحي عمرها مئات السنين وهي لحد 2003 يعني إلى أن أخير أول مشروع بدأ عندنا تقريبا بال 2014 اشتغل، يلا بدأت عندنا ملامح شبكة نظامية للصرف الصحي والمياه الأمطار. طبعا بدعم السيد رئيس الوزراء المحترم بهذا آخر سنة اللي صارت سنة المشاريع، والسيد المحافظ أيضا يعني بمتابعته الحثيثة لهذا الموضوع. انحالت عندنا مشاريع تقريبا هسه عندنا 7 مشاريع عامله يعني مستقبل. اي طبعا لمد شبكات المياه الامطار والصرف الصحي. ونتمنى ان نعرف شوي المستقبل شنو هو. عندنا مشروع كبير في قضاء بغريب، عندنا طبعا هذا يتضمن شبكات مياه صرف صحي ومياه امطار مع محطات رفع للمياه ومحطه معالجه مركزيه، هذا المركز القضاء. عندنا مشروع مجاري النهروان كذلك ايضا شبكات منفرده لكل شبكه مع محطات رفع ومحطه معالجه مركزيه. عندنا في ناحيه التاميم طبعا تابعه جسر دياله ايضا نفس الحاله. عندنا طبعا مشروع مجاري سبع البور، عندنا مشروع مجاري الوحده، عندنا مشروع مجاري ايضا بالراشديه ناحيه الراشديه، وعندنا ايضا مشروع
شبكات في المناطق الغير مخدومه في المحموديه. فتشوف يعني خلال سنه واحده كم هاي المشاريع، هاي المشاريع كلها هاي شيء كلها عظيم ترى. طبعا هذا الدعم طبعا من السيد رئيس الوزراء ومكتب السيد رئيس الوزراء، وايضا دعم السيد المحافظ والمحافظه بغداد طبعا، تعرف لانه التمويل يجي من محافظه بغداد واحنا الجهه المشرفه عليه. فتشوف اكو اهتمام طبعا صاير، وهذا الاهتمام يعني انا اشوفه جاي من كثره المشاكل اللي يعني عانتها المحافظه بهذا الموضوع، فصارت عندها نوع من الادراك والخبره انه من الضروري انه نشتغل على البنى التحتيه. يعني انت شنو الفائده تجي تاثر الشارع من تبليط واناره وصبغ وكذا وانت البنى التحتيه عندك ضعيفه او معدومه. هذا ما راح يعني هذا الصرف اللي يصير على التبليط وعلى يعني حتى الحدائق وكذا ما راح يبقى فتره طويله اذا ما عندك خدمه يعني البنى التحتيه واهمها المجاري طبعا. فتشوف اكو اهتمام يعني من الحكومه المحليه ببغداد والحكومه بصوره عامه على يعني دعم ويعني الاهتمام بمشاريع المجاري، وهذا اتوقع يعني او هذا يعني الموضوع المفروض كان يصير من زمان، كان هسه وصلنا لمراحل متقدمه بهذا الموضوع. لا ان شاء الله راح نتقدم ان شاء الله أكثر ان شاء الله. اكو من دا يفكر للبلد، من دا يقدم من كل أكيد قلبه للبلد. اكيد واحنا اذا كملنا هذه المشاريع، اقاطعك طبعا، اذا كملنا هذه المشاريع ان شاء الله نسبه المناطق المخدومه راح تصعد تقريبا الى 90% او الى 85% ان شاء الله. فتبقى عندنا اغذيه، طبعا اغذيه اكو تعرف في بعض الاحيان قضاء يعني ناشئ، يعني هسه بدا اللي مثلا قضاء الزوراء يعني لحد الان ما صار به تصميم اساسي له. مع هذا احنا بدينا حاولنا ان نسوي مخططات لمشاريع المجاري بهذا القضاء، وعندنا ايضا كويريش ايضا مشروع مجاري كامل مخططاته كامله، وحصلنا على الموافقات الاصوليه للمحطات، فبس فقط على الاحاله، وان شاء الله يعني ينحال هو مندرج ضمن الخطه ان شاء الله. طبعا انت استاذ من تتكلم تقول على المشاريع وتطول المشروع وحد ما يصير انجازه. نعم. ويشتغلون به، يعني احنا بمنطقتنا يشتغلون تقريبا صار لهم 6 اشهر 8 اشهر. نعم. وبعدها بالصرف الصحي والمجاري، وفت مشروع يعني هو شارع لو تشوفه تقول ما يطولون به هو، بس دا يشتغلون صبح وليل وبالمطره القويه. نعم. طبعا دا يشتغلون الموظفين والاليات تشتغل حتى ينجزون ويخلصون هذا المشروع. صدقني احنا الجهود، يعني انا ما احكي لك عن نفسي، يجوز انا رجل يعني مهندس بس انا احكي لك عن العامل البسيط او السائق. يعني لو تجي يعني مثل ما يقول تعاشرهم يوميا وتشوف مقدار الجهد اللي يبذلوه، اضافه الى المردود المادي للراتب الشهري. يعني تقول ذول الناس يعني يحتاج نسوي لهم تماثيل، ابطال صدق. جديات دلال يعني. على هذا استاذ، مثلا اذا صار شوي مي بالشارع تقوم ثاني يوم صبح ولا كان اكو مي. صحيح. فاذا دلال هذا شنو، هم دا يشتغلون الليل كله. اكيد. وتعرف انت اللي يشتغل بهيك يعني بيه مخاطر. صح. مخاطر اول شيء صحيه عليه وعلى عائلته، تعرف فيروس على يعني هذا، اضافه الى انه المخاطر بالعمل. يعني مثلا يفتح لك ابغ منهول ينتل بالامطار. فيعني ايش قد ما تريد انه انت تعجز عن شكرهم، وايش قد ما تريد تقدم لهم قليل بحقهم. مع هذا يعني نتمنى من طبعا اعضاء مجلس محافظه، ونتمنى من اعضاء مجلس النواب المحترم، وحتى من وزاره الماليه ومن الحكومه بصوره عامه، انه النظر للكوادر العامله بهذه الطبقه. هذه الطبقه مسحوقه، هذه الطبقه يعني اللي يجي يشتغل بهاي الشغله هو معرض نفسه وعائلته للخطر. فنتمنى انه يعني يصير لهم فد دعم مادي، يعني تعرف احنا الموازنات اللي تجينا يعني على قدر محدود، وفي بعض الاحيان انه حتى صلاحيات ضمن الموازنه ما تجي انه من الممكن انه نقدم لهم مكافاه او كذا. فنتمنى انه يصير فالدعم او زياده الرواتب الطبقات يعني الدنيا. السيد رئيس الوزراء المحترم طبعا سوى زياده لهم للمخصصات خلال هاي السنه، والحمد لله قدرنا ان نصرف لهم اياه خلال هاي الاشهر. بس نتمنى بعد يكون لهم دعم حتى يقدرون يقدمون بعد للمواطن العراقي ان شاء الله. استاذ مصطفى، قبل ما نختم، نعم، الكاميرتك فت رساله للشعب باتجاه الصرف الصحي، والرساله من عندك توعيه للشعب.
والله احنا بالنسبه لنا كمديريه مجاري محافظه بغداد وكمحافظه بغداد والكوادر العامله في محافظه بغداد، همها الاول والاخير انه تقدم الخدمه للمواطن العراقي اللي ساكن بالاقضيه والنواحي اللي تابعه للمحافظه. طبعا في بعض الاحيان هذا كلامي يمكن ما يوصل لبعض الناس اللي عايشين في مناطق ما مخدومه بشبكات الصرف الصحي، وهذا حقهم. يعني في بعض الاحيان اكو مناطق انا رايح لها وزايرها بنفسي، يعني تشوف الناس صعوبه انه تتحرك اثناء المطر، طين والطلاب، هذا صحيح. بس احنا يعني بدنا نشتغل جاهدين، وماكو منطقه اصلا يعني احنا مثل ما يقولون غافلين عنها. ان شاء الله احنا يعني متوجهين بانه تكون هناك مشاريع استراتيجيه. هذه المشاريع اذا تمت خلال هاي السنين اللي قادمه راح تكون قفزه، يعني قفزه بيئيه كبيره للمناطق اللي لاطراف بغداد. واكو مشاريع هسه بارض الواقع دا تشتغل مناطق، يعني مواطنين هذه المناطق دا يشاهدون هذه ابو غريب، سبع البور، بالراشديه، اكثر من قضاء واكثر من ناحيه. عندنا اقضيه ونواحي رازدين لها مبالغ ان شاء الله هاي السنوات القادمه، مخططاتها كامله، يعني شبكات ان شاء الله، مخططات الشبكات المحطات كلها كامله عندنا، فقط باقين على التخصيص والادراج ضمن السنين القادمه. وان شاء الله يعني احنا عندنا خطه طويله الامد لخدمه اطراف بغداد بالشبكات المياه الامطار والصرف الصحي ان شاء الله. اكيد استاذ، احنا الجهود المبذوله بدنا نشوفها يعني بعيوننا، الله وعاش ايدكم والله يبارككم على تعبكم وربي يحفظكم طبعا. شهاده نعتز بها. شكرا لك استاذ، شكرا لحضورك ويانا طبعا. ضيافتكم الكريمه وعلى سعه صدركم. شكرا لك شكرا جزيلا.